فدي حاجه بسيطه، واحنا اتكلمنا على كولر وقلنا ان الراجل عمل شكل وغير من البدايات، وابتدى نشوف شكل الاهلي في الضغط من قدام، وبقت الفرقه بتنزل تحاول ان هي تخلص من بدايه الماتش، وحاجات دي كويسه. ولكن ابتدت الدنيا تتغير، مش عشان حاجه، ولكن زي ما بقول وكل مره بقول الدنيا كويسه جدا، والنادي الاهلي دلوقتي في المركز الاول. يعني الدنيا هي لا هي واقعه ولا اي حاجه خالص، النادي الاهلي لسه في المركز الاول مع نادي الزمالك. وبرضه علشان بنقول للجمهور، برضه علشان حتى بعض الناس، في ناس كتير قوي متفهمه، ولكن في بعض الناس القليلين ما بيبقوش متفهمين ان الدوري صعب والفرق صعبه والمستويات قريبه، مش هقول واحده يعني، لا بس قريبه، ما بقاش في فوارق كتير. فالاهلي هيخسر بنقط تاني، والزمالك هيخسر بنقط تاني، والناس اللي فوق في المربع وبينافسوا دول هيخسروا بنقط تاني، لان الدوري صعب. ولسه احنا بنتكلم دلوقتي في الاسبوع العاشر، الدوري هيتحسم بعد 34 اسبوع. فلازم الناس تبقى متفهمه ان في بنقط كتير لسه هتروح من الاهلي والكلام من ده، فاحسب على الاداء اللي انت بتشوفه. عشان كده انا بقول لك ايه، النادي الاهلي، لا النادي الاهلي عامل ماتش كويس امبارح وحاول ووصل والكلام من ده، بس تغييرات قللها. كولر لازم يقلل التغييرات، التدوير اللي هو بيعمله في الفرقه لازم يقل. تدعيمات لازم، طبعا لازم تدعيمات. النادي الاهلي على حسب الكلام اللي بيتقال محتاج مهاجم طبعا، اكيد بعد اللي بيحصل ده مهاجم، ولكن ايه نوعيه المهاجم؟ خلاص عندي 3 مهاجمين على كلامه هو ان هم مش مقنعين، رغم ان كل واحد فيهم هداف لوحده. يعني انا مقتنع بيهم، بس مش انا اللي بدرب الفرقه. يعني شريف، شادي، حسام حسن، يعني حسام ده هداف، يعني ده كان هداف الدوري من سموحه. شادي مكسر الدنيا في سيراميكا، شريف اصلا من ساعه ما جه هو مكسر الدنيا، وكان مكسرها في انبي قبل ما يجي. فيعني مش انا مقتنع بيهم، ولكن مش انا اللي بدرب الفرقه. طيب نوعيه المهاجم بقى اللي تيجي، طيب يبقى انت عايز بقى مهاجم بمواصفات معينه، وده اللي احنا دايما بنتكلم فيه. نادي الاهلي محتاج مهاجم، ما دام انت هتجيب ودام الراجل مش مقتنع، يبقى مهاجم يعني بلغتنا كده سفاح. تجيب واحد سفاح يجيب لك اجوان من نص فرصه، من ربع فرصه. مهاجم اما يروح للجون يسجل، ما يروحليش مثلا ب5 6 كور على الجون يضيعهم، لا يروح ب5 6 يجيب لي 3، يجيب لي 4. هداف من نوعيه بقى ايه، من نوعيه الناس الهدافه بقى ديت، ايه اللي جت علمت عندنا بقى في الدوري المصري. يعني فلافيو ده جه راجل علامه، الراجل بقى بيسجل، ورغم انه قعد سنه كامله، يعني رغم انه قعد سنه كامله ولكن اتصبر عليه. طبعا احنا دلوقتي اكيد في وقت احنا ما بنصبرش على حد، انا اتفق معاكم طبعا ان احنا دلوقتي في وقت خلاص ده، انا كان ساعتها بقى مانويل جوزيه لا هيصبر، يعني كان الراجل ثقه عمياء. ولكن طبعا احنا هنا ما فيش حد بيصبر على حد خالص. ولكن لا، حاجه كده زي جون إيبوكا، حاجه زي جون إيبوكا. يعني حتى لو جون إيبوكا ده مش احسن حاجه دلوقتي في الفتره ديت، ولكنه شفنا مستواه وشفنا كان عامل ازاي في انبي، وازاي بياخد الكوره، وازاي الراجل عفياجي، وازاي الراجل سريع. والكوره يا جماعه دلوقتي سرعه. دور على اللاعب في الناحيه الهجوميه السريع، دور على المهاجم السريع. عايز مهاجم، هات مهاجم سريع. عايز جناح، هات جناح سريع. لو لقيت واحد احسن منه او مهارته، هات السريع، هات الجناح اللي يتعمل له الثرو، لا اما يسبق اي حد ويروح يعمل اوفر، لا اما يسبق هو ياخد الكره ويروح بيها على الجون. هي الكره دلوقتي بقت سرعه.
طبعا في طبعا كلام اتكلمنا قبل كده على هداف الدوري التونسي الضوي